السلام عليكم. الشوط الاولاني مصر وموريتانيا 0-0. الاداء ضعيف. المنتخب المصري يعني معرفش ليه كابتن حسام بيلعب بالطريقه ديت واختار التشكيل ده. سبب عدم احراز الاهداف لحد الان هو عدم وجود راس حربة صريح، وطريقه اللعب اللي اللعيبه كله ارمي طويل ارمي طويل ارمي طويل، ما بيعملوش حاجه. ما المنتخب المصري هجمتين تقريبا، مفيش هجمات بالمعنى المعروف، او فرص ضايعه اكيده. شوطه من محمد صلاح، شوطه من زيزو، والاتنين صدهم، قدر يصدهم الحارس. لعب المنتخب المصري بالتشكيل في الشوط الاولاني كان الشناوي واحمد عيد، رامي ربيعه، محمد عبد المنعم، محمد حمدي، ومعاهم زيزو، مروان عطيه، حمدي فتحي، وفي محمد صلاح وتريزيجيه وعمر مرموش. طبعا ما عندكش لعيب بيعمل الاسيست بشكل جيد من وسط الملعب. كان المفروض يلعب بناصر ماهر، وكان المفروض يحط في راس حربة صريح مصطفى محمد. عندنا راس حربة صريح ما اعرفش ليه ما بيلعبش. ناصر ماهر كان المفروض يبدأ من بداية المباراة، على انه هو اللاعب الموجود في التيم اللي يقدر يعمل كور يباصيها، يعمل اسيستات، بدل ما كل كورة من ربيعة طويلة، من عبد المنعم طويلة، مخليه المنتخب شكله مش جيد. بنلعب اوقات 4-2-4، اوقات 4-3-2، 4-3-3، في يعني اوقات اربعه قدام تلاقي زي صلاح دخل في العمق ومعاه تريزيجيه، ويلعب على اليمين زيزو وعلى الشمال مرموش. مفيش اي خطوره لصلاح، لان المنتخب الموريتاني قادر يعمل دفاع منطقه بشكل جيد، ومقفل كل مفاتيح اللعب عند الفريق المصري. وكذلك مرموش اللي المفروض بيجي من تحت ويبقى فاضي ويقدر يتحرك بالكوره ويقدر يشوت ويقدر يعمل اسيست، برضو ده مش موجود، لان برضو متقفل عليه بشكل جيد. طريقة اللعب المصرية مش حلوة. ارجو ان تتعدل في بداية الشوط الثاني بنزول ناصر ماهر في نص الملعب، ومصطفى محمد في الهجوم. ويكون ناصر ماهر ينزل على حساب حمدي فتحي، لان مروان عطية قايم بدور جيد جدا في الشوط الاولاني، وهو كان سبب في قطع كل الكرات اللي كان المنتخب الموريتاني بيعتمد عليها. ويكون في الهجوم مصطفى محمد بديل لتريزيجيه اللي برده مش باين، وده ممكن يخلي مرموش بدل ما هم معتمدين على بعض في الاماكن، يخلي مرموش يقدر يتحرك اكتر ويبقى عارف ان في راس حربة يقدر يرمي له كور او يرفع له، وكذلك محمد صلاح. ان شاء الله الشوط الثاني يكون افضل ويقدر المنتخب المصري يفوز، لان شكل المباراة في الوقت الحالي رايح على التعادل. ان شاء الله يقدروا يغيروا من نتيجة الماتش في الشوط الثاني. اشوفكم الشوط الثاني ان شاء الله. السلام عليكم.